امبارح يا جماعه جماهير الكره المصريه كلها تفاجئت برحيل مدرب نادي الزمالك جوزيه جوميز عن تدريب الفريق فجاه. والزملكاويه كلهم بيسالوا هو ليه كل لما نجيب مدرب ينجح مع نادي الزمالك ويقف في وش النادي الاهلي السعوديه تاخده زي كارترون زي بتشيكو، والتالت بتاعهم جوزيه جوميز. انا اقول لك الموضوع باختصار، ان اللي مشى كارترون واللي مشى بتشيكو نفس اللي مشى جوزيه جوميز، الفلوس. الناس دي ما بتاخدش مستحقاتها. جوزيه جوميز بقى له 3 اشهر ما خدش مستحقاته، جاله عرض 10 اضعاف اللي انت بتديهوله، خد بعضه ومشي. ما مش كل حاجه بطولات، الراجل ده جاي يشتغل بيزنس، فلوس، احنا في عصر الفلوس. فخد بعضه ومشي. انت فاشل، انت فاشل عشان كده مشي. انت ما عندكش استقرار عشان كده مشي. طب كولر، انت بتقول ما بيجلوش واشمعنى ده ما بيتاخدش؟ هيمشي ليه؟ الراجل بياخد مستحقاته في ميعادها، في بطولات، عايز لعيبه، كل اللي هو عايزه بيجي له. هيمشي ليه؟ هو بيدور على المجد ما بيدورش على الفلوس. قاعد. دي حاجه تزعلك؟ تعالى بقى تاني بقى اقول لك على حاجه اكبر من ده كله يا راجل. ده وما ربك بالظلام للعبيد. النادي الاهلي بيتكرم كاحسن نادي في العالم واحسن نادي في الشرق الاوسط، ويلعب كاس عالم ومباراه افتتاحيه وفلوس ورعاه والكلام ده كله. كل دوت عايز تفهمني ان انا نادي فاسد وربنا بيعمل معايا كده، وانت نادي عادل ومظلوم وربنا بيعمل معاك كده؟ استحاله. استحاله، ما تقنعنيش. وما ربك بظلام للعبيد. لو عجبك الفيديو ما تنساش متابعه اخوك الاهلاوي، ابعتها له عشان يسكت.